اللي بيسموه ايه الاستطلاع، بيقول لحضراتكم انه الاهلي يستحوذ على 72% من اهتمام المصريين، وقدام حضراتكم 21% يشجعون الايه؟ يشجعون الزمالك. اذا الخبر برمته كده بيقول لحضراتكم ايه؟ مركز بصيره 72% من المصريين اهليين، و21% يشجعون الزمالك، الفئه اكثر تشجيع للنادي الابيض، و19% من المواطنين شاهدوا مباراه نهائي كاس العالم. يعني 72 اهلي 21 زمالك، كتير قوي. 72 اهلي، ده الاهلي مدمر قوي. 72% من المصريين. طب عملها مركز بصيره فين؟ راح للمدرجات كده، ما نعرفش، هو وقطره بقى. طب مركز بصيره ده هل يا ريس، ما هو بيعمل عينات عشوائيه كويس، بس انت اهلاويه كل الاستوديو اهلاويه باين عليه، كلهم دخلوا عليا كده مره واحده. لكن عموما الاهلي والزمالك دول من اهم الفرق اللي موجوده في مصر في هذا الاطار. اخذ الاهرام بكره شهادات استثمار مشروع القناه بدون حد اقصى. الماليه بتقول الاكتتاب باليورو والدولار للمصريين بالخارج. الماليه بتقول الاكتتاب باليورو والدولار للمصريين بالخارج والسماح بمساهمه بعض الشركات. الاهرام ينشر وثائق عبد الناصر بخط يده واشنطن سحبت تمويل مشروع السد، فرد عليهم جمال موتوا بغيظكم. ومفاوضات ماراثونيه لهدنه طويله بغزه وابو منزل القاهره يوم السبت. صحيفه روزاليو بتتكلم عن القلق في الاستثمار من سحب ودائعه، والبنك يؤكد انه لا يملك رفع الفائده. شهاده استثمار قناه السويس تستقطب هؤلاء البنوك لعائدها المرتفع. الخبراء يؤكدون ان في الموازنه مرشح للزياده بسبب كسر الودائع المتوقع، لكن تمويل المشروع اهم. وزاره الماليه ستضمن شهادات الاستثمار يوم الاعلان عن تفاصيل الاكتتاب. حلو الخبر ده، خبر جهيري اعتقد يهم ناس كتير جدا جدا في الاوساط او في الناس او بالناس اللي عايزه